سلام البنات، كما كتشوفوا اليوم بغيت نشارك معكم خبز الزيتون اللي كيجي سهل وصحي. كترافقوه مع الجبن مع زيت الزيتون وكذلك الزيتون الاسود. فخليكم مع الوصفه. اول حاجه كناخذوا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره ديال السكر بودره، ومعلقه صغيره ديال الملح. انا ما كثرتش الملح لانه الزيتون الاسود كيكون مالح. كتضيفوا كاس كبير ديال الماء دافي ونص زلافه ديال الدقيق الابيض، كتخلطوا مزيان مزيان. كتخليوهم واحد 4 ساعة، كتغطوهم بفيلم اليمونتير وكذلك بمنديل، وتخليوهم 4 ساعة حتى يخمروا. هنايا من بعد ما كيخمروا كناخذوا هذيك العجينه ديالنا، كنضيفوا لها نص زلافه ديال دقيق الفينو، كنحركوا مزيان غير بسباتول، وكنضيفوا 2 لايف ديال الدقيق، ونخلطوا مزيان مزيان في هذاك البلا ديالنا فقط بسباتولا كما كتشوفوا اخواتي. وكتضيفوا شويه ديال الماء حتى كتعجن لكم العجينه مزيان. كتعاودوا تغطيو عليها بابي فيلم وتغطيو عليها بمنديل، تخليوها كذلك 20 دقيقه تخمر. فهنا من بعد ما كتخمر كناخذوها اخواتي، وكنضيفوا لها الزيتون الاسود اللي وضعت عليه شويه ديال زيت الزيتون وكذلك شويه الزعتره. كتحاولوا تخلطوا بهذه الطريقه باش هذاك الزيتون الاسود ما يطلقش لينا في العجينه، بشويه غير بالخاطر حتى كتخلط مزيان. هنايا كنوضعوها فوق بابي كويسون ولا فوق سطح العمل، وكنبداو نقطعوها على هذا الشكل هذا باش نشكلوا دي ميني باغيت اولا خبيزات صغار. بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا كتقسموا العجينه على 4 وتعاودوا تقسموها تاني، وتدهنوا يديكم بشويه ديال الزيتون، كذلك كدهنوا الطاوه اللي غتوضعوا في الفران، وكنبداو نشكلوا بهذا الشكل هذا. ما تنساوش دهنوا يديكم بشويه زيت الزيتون باش ما تلصقش لكم، وكتشكلوا كميرات على هذا الشكل. كتبقاو مستمرين حتى كتكملوا العجينه ديالكم. هنا اخواتي كنرشوا عليها شويه دقيق، كنخليوها تخمر، كنشعلوا الفران على درجه 180 تحت وفوق. وكما كتشوفوا هذا هو اللون ديالو، كيجي هذا الباكيت واعر وكيجي لذيذ كما كتشوفوا، خفيف وهشيش. نتمنى الوصفه تعجبكم الفطور اولا الكوتي.